فاولا احنا وصلنا لربع النهائي، وهذا هو كان الحوار ديالي واللونجاج ديالي دائما اننا خصنا نبقاو مع الثمانيه الاولين، ولما لا. للاسف القرعه جات مع احسن منتخب في العالم. يعني تغيير المجموعات هي كان جد مؤثر. اصابات، خمسه ديال الاصابات بزاف صراحه، بالاضافه ما خديناش متسع من الوقت بالراحه باش نخدموا بعض الاسلحه، كان لي بالاغيتي جداد ولا شي حاجه كانت عندهم 5 ايام لانهم كانوا تينوعوا. لكن اليوم المنتخب بالنسبه لي قدم مقابله جيده، خصوصا في الشوط الثاني. ملي تدفع منتخب كبير الاول عالميا تخليه في المنطقه ديالو ويجبدوا الكواري والحارس يلعب بهذيك، يعني يجبد هذوك لي باغاد والدفاع. فانا تنظن ان المنتخب المغربي بين انه يستحق هذيك الرتبه اللي عطيها لا فيفا. تنظن انه كنا 110 واحد الوقت، واليوم السادسين عالميا، ومع هذه النتائج اللي درنا نقدروا نزيدوا واحد الخطوه. فتنظن مع السنوات راه حنا غاديين خصنا نزيدوا نخدموا باش نوصلوا لديك المراتب الاولى. خاص العمل. الا كانت اليوم احنا كنقولوا التجربه الرابعه، فمنتخبات كثيره التجربه العاشره. فهمتي؟ 10 ديال المشاركات، 40 سنه ومازال ما وصلوش لهذا الشيء اللي وصلنا ليه. المنتخب الايراني راه 9 المرات لعب لا كوب دي موند. دونك حنا بينا واحد الاستمراريه، لكن خصنا واحد القاعده كبيره ديال اللاعبين. البطوله الوطنيه راه مزيانه زعما صراحه، ولكن خصهم يبحثوا لهم على الدوليه، خصهم يحتكوا تاهم باش هذوك اللاعبين من يجي للمنتخب الوطني تكون عنده واحد الحموله دوليه، يلعب مع فرق خارجيه، نبحثوا لهم على دوريات دوليه. خاص الاتحاد الافريقي حتى هو يساعدنا في هذه المساله هذه. اليوم انتم شفتوا الاشاده ديال الجميع، لكن الا حاولنا نبحثوا كيفاش نطوروا اللاعب المحلي حتى هو، غادي تكون عندنا واحد قاعده اختيار كبيره، وما يمشيوش لينا لي ماتش بحال هكا بهاد لي بوتي ديتاي.